السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم عن فيديو غريب شوية، وهو عن انه في اهالي كتير جدا ما بتاخدش بالها انها بتغتاب اولادها. ازاي؟ اولا، يعني ايه كلمة غيبة؟ كلمة غيبة ان انا اتكلم عن حد بطريقة لطيفة او غير لطيفة في ظهره، هو ممكن ما يبقاش حابب انه يعرف حاجه زي كده بتتقال عليه. يعني مثلا انا دلوقتي مثلا عايزه اقول انه بنتي مثلا ايه، مش شاطره خالص، وبنتي مطلعه عيني في المذاكره، وبنتي مقرفاني، وبنتي. مفيش مشكله خالص، بس انت كده عملتي ايه؟ انت كده اختبتيها. ليه؟ لان هي لما تعرف ان انت اتكلمتي عليها مع اي حد من الاصدقاء، او اي حد من اصحابها او اصحاب امهاتها، او مع العيله، او مع جدتها، او اي حاجه، هتيجي تقولك ايه؟ هو انت انت عارفه انت عملتي فيا ايه؟ انت ليه بتعملي كده معايا يا ماما؟ هو انت ليه فضحاني؟ ايوه يا جماعه، لان الاطفال بيتضايقوا جدا ان احنا نكون بنتكلم عليهم من ورا ظهرهم. نفس القصه ممكن جدا على فكره ان انت تؤذي بنتك بان انت تقولي لا، انا بنتي ما شاء الله زي الفل، بتقعد تذاكر وشاطره، وانا بصراحه بنتي مش تعباني خالص. هتجيبي لها الحسد لغايه عندها. ليه على طول احنا ما بنلاقيش اي توبكس كاهالي ان احنا نتكلم فيها غير عن اولادنا، بان هم فيهم ايه؟ ليه ما بنتكلمش في حياتنا انه نقدر نعمل لهم ايه؟ يعني ليه احنا لما بنيجي نتكلم مع امهات تانيين او مع اي حد، ايه اخبارك، اخبار الولاد ايه، بتكلم عن الولد نفسه، مش بتكلم عن انا كبني ادم المفروض اقدر امدله ايه، احتياجاته ايه، اجيب له ايه، اعمل له ايه، مش قادره اجيب له كذا. ليه دايما لازم اشتكي او اكون بتكلم عن ابني او بنتي؟ خدوا بالكم يا جماعه، لان ناس كتير جدا وامهات كتير جدا حتى بياخدوها بطريقه سخريه على جروبات الماميز اللي موجوده، او البابيز دلوقتي كمان طالعين موضه، دلوقتي عاملين جروبس برضو بتاعت المدارس والكلام ده كله، بيختبوا اولادهم. بيقعد يقول انا ابني غبي، انا ابني فاشل، ان انا ابني ضايع، شفت الولد عمل ايه، شفتي البنت عملت ايه، لا وفاكريننا مش واخدين بالنا، لا ومش عارفه ايه. طب ما انت كده اولا بتشوهي سمعه بنتك او ابنك بطريقه غير مباشره، لان انت لا تعلمي نفسيه البني ادم اللي قدامك هيكون بيفكر ازاي من ناحيته. ادي رقم واحد. رقم اتنين، لو انت بتتكلمي او بتشكري في بنتك او بتقولي الحمد لله انا بنتي زي الفل، او ابني جميل، او انا ابني تمام وكل حاجه، هتقولي طب يا فدوى فاما بنعمه ربك فحدث. لا، فحدث يعني ايه؟ يعني يبان عليا في نظافتي، في شكلي، في هيئتي، في احترامي لذاتي، لكن مش ان انا طول النهار اقعد اخاف في اولادي. فناخد بالنا جامد جدا، لانه ده كله ممكن يكون من الغيبه، وده حرام يا جماعه. يا ريت ناخد بالنا، الله يبارك لكم، لانه بيضايق اولادنا جامد جدا. فيديو كان صغير جدا النهارده، بس لان انا لقيت كتير جدا اهالي بتقعد تشتكي لي وتشتكي. لو بتشتكوا لحد يا جماعه، يا اما من اهل الدين، او حد اخصائي نفسي، او اخصائي استشاري اسري، او استشاري تعديل سلوك، او دكتور نفساني، اقول لك ماشي، يبقى احنا عارفين احنا بناخد النصيحه من مين. لكن لو انا بتكلم مع اي حد لمجرد ان انا فاضيه وعندي فضا وعايزه بس اقعد اختاب غصب عني عن اولادي، فده يا جماعه لا يجوز خالص والله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.